حزبنا حزب توجه له جميع وسائل الاعلام، ونحن فخورون بان تتوجه له وسائل الاعلام، لان الاعلام لا يتوجه للموضى، يتوجه للاحزاب التي تؤثر في المحل السياسي. هذا علاش توجه لنا الصحافه، ومشكور على التوجه ديالها بالنسبه لنا، لاننا كما نقول كنرفضوه، كنعطيو الشقيقه. حزبنا صار يزعج بما انه يشتغل في الميدان، فالحكومه تشتغل. فتكلم السيد الامين العام في الدور المهم اللي كيقوم به وزراؤنا داخل الائتلاف الحكومي الذي يربطنا معهم هذا الميثاق اللي هو ميثاق اخلاقي، وحزبنا وفريقنا فهو متمسك بذلك الميثاق. وكنتم تلاحظون ذلك فيما يخص النقاشات التي تكون داخل اللجان او النقاشات التي تكون مع الوزراء، فنحن متمسكون بذلك الميثاق ومدافعون عن هذه الحكومه التي اتت في ظرفيه لم يشهدها البلد منذ 40 سنه، واستطاعت ان تخرج البلد من عنق الزجاجه. الحكومه راه حكومه اللي لم يشهد لها التاريخ، لان الازمتين 30 سنين لواحد العدد كبير جدا من الدول غارقه، ولكن بحكمه جلاله الملك وبحكمه وبامكانيات الحكوميه الكبيره جدا استطعنا ان نفوض ان نخرج من عنق الزجاجه. وغادي نقول لكم حويجات اللي غتعرفوا علاش الاعلام يتوجه الينا. حنا نفتخر بهذا الاعلام. هذا الشيء اللي قلنا فيما يخص التنميه التنظيميه، نجيو للوزاره ديالنا نشوفوا وزير العدل الامين العام، فهو يحمل مشروعا اصلاحيا كبيرا جدا. فهذا المشروع الاصلاحي يجعل واحد العدد ديال القوى داخل المجتمع تنتفض ضد هذه المشاريع الاصلاحيه التي يقوم بها الامين العام وزير العدل. نقول لكم ثلاثه المشاريع اساسيين. القانون الجنائي مع عمرو تبدل القانون الجنائي، كيجيبوا ماده او مادتين، وكانت الرغبه باش يكون تبدل القانون الجنائي، المسطره الجنائيه، مدونه الاسره، العقوبات البديله، كلهم هذو اوراق اصلاحيه قويه جدا. وكما قال السيد الامين العام يجب ان نستعد كحزب لمواجهه الاطراف التي تريد ان تشوش على هذا العمل الجبار الذي يقوم به الوزير. الى اخذنا غير الزور البارح اليومين 3 ايام الوزيره الشابه اجداد الجيتكس. هذا الجيتكس اللي داز البارح 40 عام كيكون في دوله الامارات العربيه، ما عمرو كيحل المغرب يجي الجيتكس هنا. شابوا الوزيره وشفتها البارح، وهذا فخر لحزبنا وفخر لشباب حزبنا. الى هزنا بن علي الوزير بن علي، الجزائر قطعت عندنا البترول. اشنو هو البلاد؟ قطعت عندنا البترول باش تحدوا البلاد، باش دير فينا البلاد. استطاعت بحنكتها في ظرف وزيج ان تدخل المغرب في شبكه الغاز على الصعيد الدولي، واستطاعت هذا الانبوب الغاز اللي كيدير الغاز من المغرب للجزائر لمصر لاسبانيا، كيولي يجيب الغاز الان من اسبانيا الى المغرب. هذو هما الاصاله والمعاصره. السيده رئيسه المجلس الوطني وكنطلب الله يشافيها، اللي هي في الواقع هي اش نقولوا هي ضمير هذا الحزب، ضمير الحزب هي كتمسح المسؤول. ما قامت به هذه الوزيره في ظرف وجيز. حتى تقول لكم على اللقاءات الجهويه اللي داروا على الصعيد الوطني لاصلاح المدونه ديال التعبير، وشنا كلكم كرؤساء الجماعات على ان الاشكاليات ديال التعبير في العالم البناء في العالم القروي منذ صدور القانون 12/90، ورؤساء الجماعات يطالبون بتغيير ويطالبون بوضع قوانين للتعبير داخل العالم القروي. شكون اللي جابته رئيس المجلس الوطني؟ هذه الشجاعه، هذا هي القدره، هي الكفاءه الديناميه اللي شافوها وثائق التعبير. كانت وثيقه التعبير كانت بعد 15 10 سنين باش يمكن يكون هذا الموضوع لوجمون. شفنا العدد الهائل والسرعه التي تنجز بها وثائق التعبير على الصعيد الوطني. هذه هي الكفاءه، هذا واحد من الاصاله والمعاصره. شفنا كذلك اخيرا دوريه اساسيه فيما يخص هذا الموضوع ديال البنايات الغير قانونيه بمصادر باش يمكن نسمحوا للمواطنين والمواطنات
اشكاليات فيما يخص بناء الدوله القانونيه ان تصلح. هادو هما حزب عصر بعصر، وهادو هما وزراء حزب عصر بعصر. كذلك شفنا وزير التعليم العالي الذي يحمل مشروعا دوريا فيما يخص اصلاح الجامعه. واش نتوما بغيتوا كاع هادشي يكون وشفتوا الناس؟ راه هادشي هو اللي كيجعل ان واحد العدد ديال الناس اولا اللي هم مستفزين لان حزب يعمل، لان الحكومه تعمل. وإلا جينا للفريق ديال عصر وعصر، وانا اتشرف برئاسه اقوى فريق وبكفاءه عاليه اللي كاين على مستوى مجلس النواب، ففريقنا يعمل. كلكم كتشوفوا نواب ونائباتنا كتشوفوهم كيعملوا داخل اللجان، هما المدافعين الصفوف الاولى على جميع المشاريع الحكوميه. لماذا؟ لان معمر هذا اغلبيه اللي عندنا حنا البرلمانيين ديالنا تلقاهم كانوا قبل 10 سنين يتوجهون الى احزاب بكلام والى احزاب بكلام اخر. نحن في فريقنا نتوجه الى وزراء الحكومه بنفس التوجه بنفس الحده، اذا كانت الحده لا نفضل هذا ولا ذاك، لاننا ملتزمون داخل هذه الجماعه اللي هي نقود حكومه بهذا الصدد. وحزب وفريق متماسك بالرغم من ان هناك جهات تريد ان تشوش على عمل الفريق بطريقة مستفزة مقرفة وبئيسة لا تمس بالفريق وحده، ولكن تمس بهيبة هذه المؤسسة التشريعية، ولكن لن ينالوا من ذلك أي شيء، لأن فريق قوي، فريق متماسك، فريق يعمل، فريق يقدر المسؤولية. لا أريد باش ما نطولش نحن في بزاف كلمة تساعد نقول على أن البناء ديالنا كما قال السيد الامين العام البناء على ان الحزب بناء الحزب هما انتم، هما المناضلين رؤساء الجماعات، اعضاء الجماعات، المناضلين في الاقاليم، في المحليات، في الجبال، هادو هما المناضلين، هادو هما الحزب. كما قال السيد الامين العام اللي كيقول مع راسه كيف ما كان في الشرق او في الغرب او في الجنوب كيقول هو الحزب فهو واحد، فالحزب هما انتم، ولكن اللي كيقول مع راسه بانه هو الحزب فهو كيحلم، فهو كيدعم، كيقول ضمن شيء كيدعم، لان الحزب هما قواعده، هما بناته، هما ابنائه، هما رؤساء الجماعات ديالو، هما المناضلين ديالو، هما الاعضاء ديالو. سيبقى قويا بكم ومعكم، ونتمنى ان شاء الله لهذه الديناميه تستمر، وهذه الاستمراريه كون على يقين كما قال السيد الامين العام دائما على انه الايام السنين الجايه ان شاء الله واحد العام العامين سوف يكون هناك صراع قوي، سوف يكون هناك صراع قوي فيما يخص بخصوص هذه المشاريع الاصلاحيه التي يحملها اميننا العام وزير العدل باسم الحكومه وباسم المناضلات والمناضلين هذا الحزب في جميع ربوع المملكه.